في حصون حوالينا، مش من حجر ولا طين، لكن من الخوف، من القلق، من تعب بيزن على قلبك ليل ونهار. في ناس محبوسة جوا خيبر نفسية، كل ما تيجي تخرج تلاقي الأبواب مقفولة. حاسس إنك محاصر، حاسس إنك ضعيف قدام اللي بيحاصرك. خليني أحكي لك عن حصار حقيقي، عن يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم قدام حصون خيبر وقال للعالم كله: اليقين بالله بيهدم أقوى الحصون. السنة السابعة للهجرة، خيبر كانت أقوى قلعة عسكرية في الجزيرة، مكان مليان خيرات لكنه كمان مليان غدر. اليهود في خيبر ما كانوش مجرد جيران، دبروا مؤامرات، شاركوا في الأحزاب، وكانوا بيحاولوا كل لحظة يطعنوا المسلمين في الظهر. فكان لازم يقف الغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش من الصحابة، عارف إن المواجهة دي صعبة، لكن كان عارف كمان إن النصر من عند الله. وصلوا خيبر بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزلتم بساحتهم فلا تقاتلوهم حتى تصبحوا. ليه؟ علشان الحرب مش غدر. حتى مع أعداء الغدر النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الشرف. طلع الفجر وبدأ الحصار، حصن ورا حصن، باب ورا باب. الجيش بيتقدم لكن المعركة شديدة. ولما اشتدت الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال جملته المشهورة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. والكل بات الليلة دي يتمنى يكون هو. وفي الصبح قال: ادعوا لي عليا. قالوا له: يا رسول الله عينه بتوجعه. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عينه، وببركة دعائه علي رجع يشوف كأنه ما كانش فيه شيء. علي خرج بالراية، واقف قدام باب حصن قاموس، حصن حديدي لا يفتح بسهولة. ناداه أحد قادة اليهود: من أنت؟ فقال علي بكل ثقة: أنا علي بن أبي طالب، عبد الله ورسوله. دار بينهم قتال شديد، وفي عز المعركة باب الحصن اتشال بإيده. أيوة، شالوا علي وحده، مش بس فتحه، رفعه كأنه درع. وكان الباب ده بعد كده يشيله 7 رجال ما يقدروش. النصر جه واحد ورا التاني، الحصون بتقع، مش بس بقوة السيف لكن بقوة الإيمان. مفيش حصن أقوى من توكلك على الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما واجهش خيبر بانتقام، واجهها بعدل وبدعوة. في لحظة في حياتك هتكون عليه وهتفتح باب كنت فاكره مستحيل يتفتح. كل حصن له مفتاح، والمفتاح ده جواك، في يقينك، في صبرك، في نيتك. حاسس انك مقفول عليك، حاسس ان مفيش باب بيتفتح. ارجع لخيبر، ارجع للراية، ارجع للثقة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: غدا يفتح الله على يديه. وانت كمان ربنا يقدر يفتح لك مهما كان الحصن عالي. اشترك في نور من مكة وتعالى نعيش النصر من قلب السيرة لقلبك.